النسيان نعمة عندما تكسر الإنسان. جلست أفكر في هذه الكلمات عندما تذكرت غلطة العمر التي ارتكبتها في حق نفسي وفي حق بناتي. غلطتي أني اخترتك، نعم اخترتك أنت، يا من ندمت على دخوله حياتي كل يوم وكل لحظة من حياتي. غلطتي أني وثقت بك وأنت لا تستحق الثقة. غلطتي أني أحببتك وأنت لا تستحق الحب. غلطتي أني دست على كرامتي لكي لا أخسرك. وغلطتي الكبرى أني ضحيت بأحلى سنين عمري لأجل إنسان لا يستحق هذه التضحية. إنسان حاول بكل طاقته أن يذلني ويحط من كرامتي. إنسان شعاره الأنانية والخداع والظلم. إنسان يعشق الانتقام حتى لو كانوا بناته. إنسان لا يعرف الضمير طريقا إلي. هذه هي غلطة العمر التي ندمت عليها، لأني دفعت ثمنها دموع وألم ووجع. لم تدمرني لكنها أعطتني القوة، قوة تركتني أواجه الظلم والسواد من قلبه الذي لا يعرف الرحمة. قوتي التي جعلتني أواجه الظروف القاسية دون أن أنحني أو أنكسر لها. قوتي التي أستمدها من بناتي. الشيء الوحيد الجميل الذي حصدته من العلاقة المدمرة التي خرجت منها وأنا مجروحة خاوية من الداخل، لكن بفضل ربي وقوتي وبناتي استطعت تجاوزها والعيش في جنتي الخاصة مع من أعشقه في هذه الحياة. فلا عشق أجمل من الأمومة. أمومتي هي سر سعادتي، أمومتي هي مصدر قوتي، وأمومتي هي ما تبقيني حية وأتنفس في هذه الحياة بحلوها وممرها. بقلم شيماء الخاطر.